لاحظتي قبل كده ان بشرتك بتتغير قبل البريود او اثناءها؟ ده مش صدفة خالص، ده ليه اسباب علمية هنفهمها مع بعض ببساطة. في الفترة دي هرمون البروجستيرون بيزيد جدا، وده بيسبب زيادة افراز الدهون في الغدد الدهنية. طبعا الدهون الزيادة اللي في الوش دي بتسبب ان هي يبقى فيه حبوب كتير، خصوصا في الجزء اللي تحت من الوش، الدقن والفكين. في نفس الوقت هرمون الاستروجين بيقل خالص. الاستروجين القليل خالص ده بيخلي ان البشرة مش بتعرف تدافع عن نفسها ضد الالتهابات. كل الحاجات دي بتؤدي الى ظهور الحبوب في البشرة. خلي اكلك في الفترة دي مليان فيتامينز وحاجات اللي هي تفيد بشرتك، زي الاوميجا 3 هنلاقيه مثلا في التونة او في السمك وفي الخضروات الورقية. نتجنب ان احنا ناكل حاجات سكريات كتيرة قوي، علشان ده بيرفع نسبة الانسولين اللي هو بيزود الدهون في البشرة. المية هي سر جمالنا. اشربي في الفترة دي كميات مية بنسبة معقولة علشان ترطب جسمك وبشرتك. وطبعا ان احنا